ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، على اللي بيعملوا فيه. اخرة المعروف الضرب بالكفوف. وده ماما بقى يا ماما. في ايه يا ابني الصوت اللي تحت ده يا ابني؟ واقف تحت عند الست عشان انزل اسلم عليها، لقيت بابا قاعد يزعق لي. انا سامعه صوت زعيق على السلم وصوت زعيق تحت عند ستك. ايه اللي حصل؟ كل ما بابا يشوفني قاعد مع ستي يفضل يزعق لي ويشتمني ويشتمها. ليه يا ابني تاني؟ ليه يا ابني تاني؟ ابوك ده هو ربنا والله ما هيسامحه ابدا على اللي بيعمله في الست دي. ليه زعق لها تاني ليه يا ابني؟ وما اعرفش، كل ما اكون واقف تحت نازل لها مثلا اعمل لها حاجه ساعتها يطلع يقول لي انت واقف برضه تاني، هي دي مش امي، ما تساعدهاش. يفضل يعمل لي كده ما تسمعش كلامها. لا حول. يعني دي جازت الست اللي ربته وهو لسه صغير؟ ده حته لحمه حمراء ربته وكبرته وجوزته. ده بيتحبه، يعني بتحبه حب والله العظيم. مهما بيعمل فيها بتخاف عليه خالص. وهو دي جازتها؟ دي المعامله اللي بيعملها لها؟ رغم انها بتحبه وكل لما انزل لها تقول لي ابوك عامل ايه، سلم لي عليه، يكون قبلها اصلا اللي هو لسه شتمها. انا مش عارفه ابوك ده والله حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربنا مش هيسامحه لان هي اللي ربته. مش معنى ان هي مش امه يبقى هي ملهاش فضل عليه او ملهاش خير عليه. ده هو يعني مش واجب ان هو يسال عليها، ده فرض يسال عليها، ده فرض يسال عليها. انا مش عارفه. انا تعبت معاه والله كلام، انا تعبت معاه كلام والله. يعني ازاي ده كله بيزعقوا لها تحت وهي بتعيط وهي قعدت تعيط؟ هقول ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، على اللي بيعملوا فيه. اخرة المعروف الضرب بالكفوف. يعني هي طول عمرها مكرسه حياتها ليه، ما خلفتش واتجوزت ابوه عشان تربيه، وفضلت تربيه لغايه ما كبر وجوزته، والاخر دي المعامله اللي بيعملها لها. يرضى ربنا ده؟ يرضي ربنا اللي هو بيعملوا فيها ده؟ يعني دي كبرت ومحتاجه حد يسال عليها ومحتاجه حد يحن عليها، ومفيش الا هو يعمل فيها كده. انا نازل اشوف لها طلباتها يطلع يشتمني ويزعق لي كل يوم. حول ولا قوة الا بالله. انا مش عارفه بصراحه ربنا ابوك ده، انا مش عارفه دماغه موديه فين ديت. يعني انا مش عارفه هو قاسي عليها ليه كده، رغم ان هي عمرها ما قست عليه، عمرها ما قست عليه. ده كانت بتطلعها من بقها وتديها له. كل ما يتكلم يقول اصلها مش امي، ده مرات ابويا. ما هي مرات ابوك بس هي اللي خلتك كبير كده وخلتك راجل. لا حول ولا قوة الا بالله. انا خلاص تعبت من ابوك ده خالص. انا تعبت. انا نازله يا ابني اشوف ايه المشكله ده، على الله ما يزعقليش انا كمان. استغفر الله العظيم يا رب.